السلام عليكم يا جماعة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خالد. النهاردة هنتكلم عن 3 حروب اللي خاضتها مصر: حرب 67، حرب 69، حرب 73. هنشوف مين عمل إيه بالظبط، وهنشوف البطولات، وهنشوف كل استحق كل حاجة. أولا حرب 67، نكسة يوليو. الهجوم الإسرائيلي الخادع أخذ مصر على غفلة، واحتل سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. بالرغم من النكسة والحرب اللي خسرنا فيها، في ناس قدمت بطولات كتيرة جدا. اللواء عبد المنعم رياض حاول ينسق القوات على الخط طول الخط يعني، ورفع معنويات الجنود طول الحرب وطول الشدة اللي كنا موجودين فيها ساعتها. الرئيس جمال عبد الناصر بدأ يعيد الجيش من جديد، وبدأ يبني الجيش من جديد، وفعلا استعدنا للحرب الاستنزاف، وكمان يخطط عشان الكوارث المستقبلية. ثانيا حرب الاستنزاف. مصر بدأت حرب الاستنزاف على طول قناة السويس ضد هجمات إسرائيل اليومية. الإنجازات كانت واضحة جدا. رئيس الأركان أحمد إسماعيل خط الكمائن اللي كانت بتوقع إسرائيل. الجنود المصريين عبروا الكمائن في أماكن خطيرة جدا، وضربوا أماكن إسرائيل بمهارة وحرفية. وزير الحربية أحمد عبد الحكيم عامر ساعد في تجهيز الأسلحة والمعدات اللي تخلوهم يحاربوا يعني. الرئيس الراحل أنور السادات سياسيا ومعنويا، وأعلن التعبئة العامة بسرعة. أحمد عبد الحكيم عامر أشرف على التخطيط العسكري للهجوم، وحدد نقاط العبور والتكتيكات. محمد عبد الغني الجمصي نظم القوات البحرية لحماية الجسور العائمة والدعم اللوجستي. مش عارف قلتها صح ولا لا. الجنود المصريين في الوقت ده واجهوا المقاومة الإسرائيلية ظروف صعبة جدا وهم صايمين، وفعلا نجحوا ان هم يقاوموا اسرائيل، ونجحوا يثبتوا مواقعهم بجدارة للهجوم المستمر. ثالثا حرب اكتوبر يا جماعة، حرب رمضان زي ما بيقولوا، حرب النصر العظيم. يوم عيد الغفران الجيش المصري نفذ هجوم مفاجئ عبر قناة السويس. الانجازات كانت مذهلة جدا. الجيش المصري كله عبر القناة باستخدام الجسور واستخدام المراكب البدائية تحت النار الاسرائيلي والنار الولع والحرب اللي شغاله طبعا في رمضان والناس صايمه. وانت لو صايم مش هتطلع حتى تجيب الكوبايه، مش هتطلع، مش هتتمشى في الشارع، لا مش هتروح تحارب، لا انت مش هتتمشى في الشارع. والله يا جماعه ربنا يكون في عون الناس اللي حاربت في الوقت ده. الخاتمه يا جماعه كانت، كانت جميله جدا. الحرب دي علمت مصر ان الاراده والشجاعه والتخطيط الصح تقدر ترجع كرامتك باي نكسه حصلت لك في حياتك. من نكسه 67 ومروا بحرب الاستنزاف، وصلوا لانتصار اكتوبر. كل شخصية من الجنود والقادة كان لهم دور حقيقي في الحرب دي. بس كده يا جماعة وصلنا لنهاية البرنامج، نهاية الحلقة بتاعت برنامج خالد. ولو احنا على اليوتيوب اشترك على القناة.